مرحبا بك في قناتي، واسمني كاتي، وهذه هي الحكاية تاع اليوم. الحكاية هذه صرات عندها فايت 25 سنة لصافية اللي هي برك طفلة عند والديها، وعندها 5 خاوتها دراري. صافية كانت بزاف شابة، بيضا وشعرها كحل ورطب وطويل، وعينيها كبار اللي يشوفهم يغيس فيهم تالمون شابين. واحد النهار صونا تليفون تاع دار صافية، ريبوندات يماها ولقات خالتها هي اللي راهي تعيط باش تعرضهم للفيونساي تاع بنتها ناعمة نهار الخميس. صفية فرحت بزاف وقالت لها مبروك عليها. ما قلتولناش؟ قالت لها الخالة سعاد باللي كلش فات بالمغاولة، وباللي خطبوها ومباشرة قالوا على 15 يوم يديروا الفيونساي. قالت لها عائلة العريس مزروبين. سقساتها يما صافية شكون العريس؟ قالت لها عبد الله وليد العيساوي. قالت لها شكون العيساوي التاجر الكبير تاع القماش؟ قالت لها الخالة سعاد نعم هو بالذات. صفية كانت تحب خالتها وبنات خالتها بزاف، خصوصا كي ما عندهاش خياتها، كانت تستنى بفارغ الصبر وقتاش تروح عندهم ويتلاقاو. فرحت بزاف النعيمة وبدات تجري وتوجد واش تلبس نهار الخميس. الحق الخميس وبدا لي فيونساي، وراحت صفية ويماها الصباح بكري باش يعاونوهم، والفرح والتصغريت وهدوك الأجواء تاع بكري الهايلين. جاو مالين العريس واستقبلوهم أحسن استقبال، وقعدوا كامل في الجنان اللي كانوا موجودينه ومعمرين طوابل، وداروا حتى الديكوراسيون. صفية كانت بزاف شابة والناس كامل يشوفوا معاها، لبست روبا اللي زادت بينت البيوضية ديالها، ويمات العريس عبد الله ما نحاتش عينيها منها، خصوصا كي صفية ناضت تشطح. يمات العريس سقسات عليها شكون؟ قالوا لها بنت خت سعاد واسمها صفية، وباللي في عمرها 20 سنة. خت العريس قالت لي يماها واش رايك نخطبوا صفية لعبد الرحمن ونديروا عرس واحد كبير لعبد الله وعبد الرحمن؟ والله هاد الطفله بزاف شابه وما لازمش نراطيوها. العريس عجبتها الفكره، ومباشره راحت ليمات صفيه وقالت لها رانا حابين نجو نهار الخميس الجاي عندكم. قالت لها مرحبا بكم تشرفونا. الخاله سعاد كانت واقفه معاهم، وغير سمعت هاد الهضره وجهها صفار وما عجبهاش الحال، على خاطر كانت حابه عبد الرحمن يتزوج ببنتها الثانيه ساميه. ومن هذيك الدقيقه بدات سعاد تخطط كيفاش تمنع هذا الزواج. الخالة سعاد قد ما سيت تمنع الخطوبة ما قدرت تدير والو، وتخطبت صفية لعبد الرحمن وداروا الفاتحة والعقد. من الخالة سعاد بقات لها غصة في قلبها كيفاش صفية سرقت عبد الرحمن من بنتها سامية، وقعدت دايرة في راسها باللي بنتها أحق بهذا الزواج، وقررت باش تفسد زواج صفية مهما كان الثمن. موراها صفية ونعيمة بداو يجهزوا، والخالة سعاد دارت سباب الجهاز وقالت راني رايحة لمدينة واحدة أخرى باش نجهز لبنتي، وسافرت لعند واحد الساحر في مدينة واحدة أخرى. وكي ولات عرضت خوتها وصفية لعندها، وفي وقت العشاء حطت السحر في الماكلة وكلاتو صفية المسكينة. ومن هذيك الليلة تبدل حال صفية، ولات صفرة ومدبالة وتأذي روحها وتقطع حوايجها وتنوض تعيط، وغير تلقى باب الزنقة مفتوح تخرج تجري وشعرها في السما. حارو خاوتها كيفاش يديروا لها وداوها شحال من طبيب بلا حتى فايدة. قرر خوها الكبير يديها عند الشيخ الراقي باش يرقي لها، وحتى الراقي بعد شحال من رقية ما نفعهاش، بقات غير حالتها تزيد حتى ولات تبان مهبولة. الشيخ قال لهم باللي صفية عندها سحر مأكول، وباللي ما راهيش رايحة تبرى حتى يموت اللي سحرها. خوها عيط لعبد الرحمن وقال له اختي ما تقدرش تتزوج، راهي في حالة. قال له عبد الرحمن صفية مرتي وانا نداويها. وصح داها عبد الرحمن لشحال من طبيب والحق حتى سافر بيها، مي حالتها ما تحسنتش. مور عام ونص قال خو صفية لعبد الرحمن انت درت اللي عليك وزيادة، طلقها وروح شوف حياتك. وهنا عبد الرحمن قرر يطلق صفية. كي سمعت الخالة سعاد بلي صفية طلقت عيطت ليمات عبد الرحمن وقالت لها زين ما عمل، هو مازال صغير وصفية ربي يشفيها. وبدات تشكر في بنتها سامية وتقول باللي شابة وشاطرة وتاع دار، وباللي لو كان غير يبقى زيتنا في دقيقنا وما نروحوش للبراني. اقتنعت يمات عبد الرحمن بالطبلعيط تاع الخالة وراحت خطبت سامية وتزوجت بعبد الرحمن وجابت معاه طفلة. صفية مسكينة بقات على حالها وولات ساعات تهرب عريانة حتى يلقاوها الجيران يغطوها ويرجعوها للدار. ولاو يربطوها باش ما تهربش. حتى سمع خوها الكبير بواحد الساحر قادر يشفيها في مدينة بعيدة، رفض صفية وداها له رغم انه كان ضد الفكرة. من الحالة اللي وصلت لها اخته خلته يفقد الامل ويضعف. الساحر قال له باللي عندها سحر مأكول كما قال الشيخ الراقي، ميزاد على الراقي باللي سحرتها واسمها سعاد. تخلع صفية كيفاش عرف الاسم
والحاجة اللي بقات تخدم له وعلاش خالته دارت فيهم هكذا. وكي سقسى الساحر وشنو هو العلاج، قالوا لازم صفية تغتسل بدم اللي سحرتها، يعني بدم الخالة. هكذا كان العهد. وبقى غير يخمم كيفاش قادر يجيب دم سعاد، وكان في صراع على خاطر ماشي حاب يداوي السحر بالسحر، يعني الحرام بالحرام. كي ولاو لبلادهم اجتمعوا كامل الخاوة والأم وخبرهم وش قال الساحر، وبقاو كامل مخلوعين كيفاش خالتهم اللي يحبوها كامل تدير فيهم هكذا وتضرهم في خطهم الوحيدة. قال الأخ الوسطاني نروحوا لدار خالتي صباح كي تكون وحدها ونشدوها ونجبدو منها الدم. وكيما كان الحال راحوا لدار خالتهم بعيد على دارهم ساعة ونص، لقاوها وحدها. قالوا لها جينا في شغل، قلنا نطلوا عليك. دخلتهم وبقات تفرح بيهم. أي شدوها وخداو منها الدم في 3 شكات. الأخ الصغير صيدالي هو اللي نحاه لها، وربطوها وقالوا لها وعلاش درتي هكذا الختنة؟ قالت لهم يماكم وختكم هما اللي يحبوا يخربوا على بنتي، ويماكم من بكري هكذا تحب كلش ليها ولولادها، وحتى يما كانت دايما تفضلها علينا وتعطيها كلش. كانت انا تبعتني نطيب ونغسل، ويماكم كي العروسه ما كفاهاش لهفت باباكم كي مرفاه وانا بقيت نستنى، ما كي لحقت لبناتي ناكلها وناكلكم معاها وما نخليكمش تدوا لهم حقهم. الخاوه بقاو حالين فمهم وش هاد الكره والحقد اللي شدته خالتهم من جهتهم. فكوها وداو الدم وراحوا لدارهم، وخالتهم تعيط وتحلف غير تشكي بيهم. كي لحقوا للدار عطاو الدم لصافية وخلطوه في باسينة مع الماء واغتسلت بيه وبدات تتحسن وعاود ولات تزيان حتى رجعت كيما كانت بعد ما جوزت 4 سنين من العذاب. الخالة سعاد مشكاش بيهم، مدار صافية قاطعوها وما ولاش كاين بيناتهم حتى اتصال. موراها بعام تزوجت صافية بصاحب خوها وراحت معاه للماريكان. سامية طلقت من عبد الرحمن مالغري ما كانتش عارفة بخدايم يماها. أما ناعمة وعبد الله قعدوا كيف وكانوا متفاهمين وحياتهم عادية. والخالة سعاد مرضت بالسرطان، وشحال وهي تسيي تعيط لصافية وتطلب تشوفها وتهدر معاها باش تطلب منها السماح. مي صافية قالت ما نشوفهاش وما نهدرش معاها وما نسمح لهاش، على خاطر واحد ما على باله وش قاسيت وش عانيت. لو كان كنت نتوما في بلاصة صافية تسمحوا لخالتكم؟ إن شاء الله تكون عجبتكم الحكاية. إذا عجبتك الحكاية ما تنساش تدعمني بلايك وتعليق، وباش يوصلوك القصص الجايين أبوني في القناة وفعل الجرس.